السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة الإمام والرحام والعصافير. معلش اتأخرت عليكم في الفيديو ده بتاع العلاج. طبعا الحمد لله الصيدلي جابهولي، وادي العلاج اهو. اكتوماسرين، بيرمارسيرين 5%. بيرمارسيرين 5%. ده مكتوب بعلاج فعال وآمن للاستعمال، طبعا في الجرب والهرش والحكة. بس دول للناس اللي مثلا اللي بيربوا أرانب وكده، ساعات بيجيلهم حكة وحساسية، أو لا قدر الله بيتعدوا جرب من الأرانب، فالدواء ده بينفع عليهم. وده بينفع في حاجات تانية كتير طبعا، زي النمل والحشرات والحاجات دي. ممتاز جدا وعلى تجربة، وحتى والله قعدت ادور عليه كتير لحد ما لقيته اهو. هطلعه لكم العلبة. طبعا انا استعملته ورشيت اهو. اهو اكتوموسرين ده طبعا. هنفتحه وناخد منه غطايا ونحطها على لتر مية اهو. لونه اهو برضك هعرفه لكم اهو. لونه عامل زي المية خالص اهو. اهو ده طبعا اما نيجي نستعمله اول حاجة هناخد غطايا زي كده، او غطايا وربع على لتر مية، ونبتدي نقلبه. نجيب مثلا جردل، نجيب اي حاجة واسعة ونقلبها. وعندك بخاخة بتاعت الرش العادية دي، بتاعت زي اللي عند الحلاقين دي، اللي بيبخوا على الشعر فيها، ماشي. تملاها وتبتدي ترش على اليمام، بحيث بس ما تحاولش ان انت تجيب على عينه. الارضية بتاعته زي كده، الحيطان اذا كان حاطط فوق السطح، مثلا الارضية اللي بيقف عليها. نجيب بجانب العيش، حوالين العيش، لو في حاجة مثلا ماسكة الطير، حاجات خفيفة قوي، بحيث اللي هو ما, ي... ما, ي... ما في حاجة اسمها موت مؤقت كده عنده، بيدن اليمامة مدروخة كده وكأنها ميتة، بس هي مش ميتة، بحيث اللي هو من الجلد بيمتص وكده، بيعمل له موت مؤقت او غماء مؤقت كده. تلاقي الفرد بعد كده آمن. فاحنا مش عايزين نوصل للحكاية دي، بحيث ان احنا ما نبخش على وشه او على عينيه او على جسمه يكون فيها متعور. بلاش ما يكون متعور. فاحنا ننضف كده من حواليه ونرش ببعيد. هي الريحة ذات نفسها بتبقى قوية، بتقتل كل حاجة، سواء نمل بقى، حشرات، براغيث، فاش، هاموش، ناموس، كل انواع الحشرات. الدواء ده بفضل الله بيضيعها اهو، زي ما حضراتكم شايفين ده بتبقى غطايا على لتر مية. لتر مية مثلا غطايتين على حسب اللتر، بس هو الغطاية بتاعته لتر مية، عشان المفعول بتاعه يبقى مركز. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. حتى في صديق ليا على اليوتيوب كتبولي برضك وقال لي استعمله ازاي، قلت له فعلا انا هعمل عليه فيديو. هو ده زي ما انتوا حضراتكم شايفين. طبعا العلبة مش مكلفة، يعني بتكفيك كذا مرة. وادي السعر اهو، 20 جنيه بس. اه في منه لونين برضك. في العلبة بتاعته بيضة برضك، شغال عادي برضك كويس. نرجع بقى لليمام عندنا. طبعا الجوز ده ما شاء الله بض، والزغلول معاه اهو. بس الزغلول مكانش لسه كلو كده، فطبعا هسيبه لحد ما الطمن اللي هو بياكل، بعد كده انقله. اهي ما شاء الله بيضة البطين اهو. طبعا في ناس تقول اسيبه مع ابوه وامه، لا ما ينفعش طبعا، هيضايقهم بيبقوا عايزين ياكلوه وكده. فاحنا الافضل هو ياكل ونقله على طول، سواء انت عامل قفص زغاليل او مثلا عامل قفص لوحده كده، فنقله معاه. وده طبعا برضه الجزء التاني اهو. برضك ما شاء الله الزغلول اهو طالع اهو، ولسه مكلش لوحده. ما شاء الله برضك البطين. طبعا ما شاء الله اليوم القمري صيف او شتاء شغال يعني. ناس تقول مثلا الشتاء بس، الصيف بس، لا ما شاء الله الموسم كله بيبقى شغال فيه. ممكن يريح مثلا شهر ولا حاجة، بس هو طول الشتاء شغال فيه.
ودي عواقب الزغاليل طبعا. والبيضة طلعت لقيته مرايه عليها، فيها تانية شوية أو كسرة أهو. أهو حاطط الصباع عليها أهو، وضحت في الفيديو أهو. دي أثر الزغاليل. ليه؟ يعني هو الزغلول بيبقى طبعا غشيم، ما يعرفش حاجة، بيجي مثلا يقعد على البيضة أو يقف عليها أو كده، بيضايق أمه، تقوم له تأكله كده. الحاجات دي بتبقى إيه ليها ضرر برضك على البيض. فاحنا نطمن اللي هم بيعرفوا ياكلوا لوحدهم الزغاليل، تنقلهم الأفضل يعني. ده طبعا ما شاء الله الزغاليل بتاعتهم كبروا وحصوا برضك في آخر القفص اهو مكانهم اهو برضه اهو. ادي البيضتين اهو، دول بقالهم يجي 4 أيام بايضين. في فرد بياكل وفرد لسه ما بياكلش، فانا هسيب برضك الاتنين لحد ما ياكلوا لوحدهم، وبعد كده ايه انقلهم اهو. تبتدي تتعلم الاكل لوحده اهو. طبعا هم اول حاجه بينقوا الذره العويجه والقمح والبسله، وبعد كده يسيبوا الذره الصفرا في الاخر اهو. كده اهم بيتعلموا الاكل لوحدهم اهو. اول ما يتعلموا الاكل لوحدهم كده ايه نبتدي ننقلهم في اي سلاكه احنا عاملينها. وده طبعا الجزء اللي تحت ده، البيضه دي شكلها باظت، خفت ونشفت واتكسرت اهي، بس برضك هنديها فرصه يومين كده ولا حاجه ونشيلها. والبيضه التانية ايه سليمه اهي، برضك هنطمن عليها، برضك نسيبها فرصه يومين عشان هي طولت على الوقت المحدد بتاعها بيوم او بيومين. فاحنا هنسيبهم برضك ونشوفهم مع بعضنا بعد يومين 3. منستعجلش برضك على البيض في رمي. دول طبعا اللي انا كنت مصور الفيديو اللي فات لما كان الزغلول مات، طبعا طهرته ورشيت الدواء. الحمد لله مفيش ولا نملة ولا في اي حاجة. وهنا برضك الارضية بقت نظيفة اهي، النمل اتشال وكل حاجة اتشالت، على الحيطان اهي نضيف وعلى الارضية نضيف كل حاجة. هي رشة واحدة تغنيك عن كل حاجة، الدواء قوي جدا وفعال وعلى تجربة. ورشيت برضك العين اللي تحت برضه، وهنا برضك رشيت حوالين القفص وعلى الأرضية وكده. طبعا اليوم ما فيهوش حاجة الحمد لله، بس رشيت على الأرضية ايه نظافة. ده الجوز ده برضك ما شاء الله طلع اهو، طلع الزغلولين اهو ما شاء الله كويسين وبصحة كويسة اهو، واكلين اهو ما شاء الله تمام. ادي الزغلول التاني اهو اهو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، عايزين انتاج طبعا زي ما قلنا كذا مرة، التغذية السليمة، الكلفة بتاعت الحمام ما تجيبش صنف واحد تديهولهم عشان ما يزهقوش منه او يسمنوش منه اهو. طبعا الكلفة ايه الفول والحاجات دي، بس هما ايه طبعا الحاجات دي بتبقى صغيرة، كل ما تبقى الحباية صغيرة اليمام بياكلوها اول حاجة، غير ايه الفول والذرة الصفرا والحاجات دي. ادي في الذكر الشغال الكبير اللي كنت قايلكوا عليه، نجيب له انتاية اهو. وهي معاه واقفة انتاية شابة بس لسه طبعا مش هبيض دلوقتي، عمال يشوف عليها اهي. دي النتاية اهي وده الذكر اهو. دي يعتبر ناقصلها خلاص رشتين وتوقعهم وتشتغل ما شاء الله. برضك صحتها كويسة ومفيش أي حاجة. طبعا متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. كان الفيديو بتاعنا النهاردة بتاع العلاج زي ما انتوا وريتهولكوا شايفين اهو. ده غطاء على لتر مية، تحطه في بخاخة وتبتدي ترش على الأرضية وعلى الحيطان وعلى أي حاجة فيها نمل فيها حشرات، إن شاء الله ايه مش هتلاقي بعدها أي حاجة. طبعا انا اول ما جبته استعملته بحيث ان انا الحق الفيديو. لو كنتوا فاكرين الفيديو اللي فات كان في نمل وكالة الزغلول ودخلوا على البيضة عضوا الزغلول في البيضة موتوه، فانا ايه قلت الحق ايه اول باول كده. كنت عايز اوريكم الطريقة ازاي وكده، بس بصراحة مكانش في وقت فايه عملته على طول. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.